اليوم الأداء ما كان مرضي، لكن الأهم 3 النقاط. مباراة اليابان أكيد صعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد يعني هي ادائنا ما كان مرضي ابدا، احنا من كلنا ما كنا راضيين على الاداء، لكن هي الاهم 3 نقاط. يعني اول مباراه بالتصفيات وعلى ارضنا. حتى تكلمنا مع اللعيبه انه عندنا مباراتين، احنا محظوظين إن عندنا مباراتين على ارضنا، هي المفروض تكون خارج ارضنا. يعني تخيل احنا عم نلعب بكوريا ونرجع يمكن بعد بكره نوصل جده، مباراه من 3 مع اليابان. مباراه اليابان مباراه صعبه كثير. الحظوظ جدا ضعيفه، خلينا نكون واقعيين، لكن ما في شيء مستحيل كره القدم. اليوم ضياع فرص كبير، كان ممكن تفوز بنتيجة أكبر. ما كان في توفيق، يعني لعبنا قدرنا نوصل. ممكن احنا طريقه لعبنا دفاعيه اكثر، يعني المدرب دائما قاعد مركز على الدفاعيه، على الخط، على الفريق كله، يعني يكون خلف الكره. فاهم شيء 3 نقاط، وفرحنا الجماهير اللي حضرت اليوم صراحه، كل الشكر لهم. فمباراه اليابان لها ترتيب ثاني، وما يعني ما بدي اوعد الجماهير، خلينا نكون واقعيين، مباراه جدا جدا صعبه، لكن ما في شيء مستحيل بكره القدم، نعمل علينا والباقي على الله. اليوم كثير من الجماهير الأهلاوية كانت حاضرة وبتهتف باسمك. والله يعني انت هيشت الجروح صراحه، يعني مشكورين ما قصروا، وهذا العشم، والله يوفق ان شاء الله النادي الاهلي بالمباريات القادمه ويفرح جمهوره ان شاء الله. رسالة للجمهور السوري اللي كان حاضر. مشكورين وما قصروا، ونحتاج مباراه اليابان. مباريات يعني احنا يمكن عندنا مباراتين، هذه لعبناها على ارضنا وظل مباراه واحده، فنحتاجهم فيها ان شاء الله. شكرا لك. الله يعطيك. مباراة صعبة اليوم كانت، أداء ما كان بالشكل المطلوب، لكن الأهم 3 نقاط. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الأهم اللي هو الفوز. تعرفي بالبدايات بيكون في صعوبة شوي بالمباريات، والحمد لله قدرنا ناخذ الفوز، لأنه هذا اللي كنا ناويين عليه. لأنه بتعرفي أنت لازم تجمع نقاط، هو نقاط، يعني قديش تقدر تجمع نقاط لتقدر تتأهل. فشوي الأداء ما حنركز عليه مثل ما حنركز على الفوز، وطلعنا الحمد لله كسبانين. رسالة للجماهير الكبيرة اللي كانت حاضرة اليوم. شكرا لهم، ما قصروا، وإن شاء الله بنسعدهم بالمباريات الجاية إن شاء الله، وبيكونوا موجودين وأكثر إن شاء الله. اليوم اليابان فايز 5-0 أمامكم. أكيد اليابان عم تربح الفرق الكبيرة مثل ألمانيا، تركيا، عم تربح الفرق بالأربعات. بالأخير نحن ما خسرانين شيء، يعني هي بطولة بتأهل فيها أول وثاني، عم نلعب مع يمكن أفضل فريق بقارة آسيا. فأكيد إن شاء الله ما رح نقصر، بظن نحن ما لنا خسرانين شيء، يعني بالأخير أنت عم تلعب مع فريق بطل، إن شاء الله تكون مباراة مميزة. سمين، مباراة صعبة كانت. إيش اللي حصل بالضبط؟ ليش تأخر الهدف الثاني؟ بداية الحمد لله 3 نقاط مهمة في بداية مباريات المجموعة. اللي حصل ممكن ما استغلينا الفرص في الشوط الثاني، لكن الحذر لازم أكيد يكون موجود عند كل اللاعبين، والفريق اللي لعبنا أمامه أكيد عنده إمكانيات كبيرة ويحترم. الحمد لله هو كان طموحنا 3 نقاط في المباراة، والحمد لله حصلناها، وطموحنا إن شاء الله على المباراة اللي رح تيجي إنه نكون مركزين، وإن شاء الله تفكيرنا بالفوز دائما. الجماهير كانت متواجدة وحاضرة وبتدعم بكل طوال 90 دقيقة. أكيد شكر كبير لجمهورنا، هو السند الأول والأخير لكل اللاعبين والمنتخب السوري. نشكرهم ونوعدهم بالأفضل دائما. مبروك عليهم الفوز و3 نقاط. شكرا لك. الله يعطيك العافية.